من الحاجات اللي بتفرق معاك او بتدي لمسه فنيه للفيديو عندك، خصوصا لو انت منشئ محتوى، وهو النص او الترجمه اللي ظاهره قدامك. في البدايه كان الموضوع صعب شويه، بانك بتشغل الفيديو ثانيه بثانيه وبتكتب اللي انت بتقوله، وبتحاول ان انت تظبطه مع الصوت بحيث ما تكونش كلمه مسابقه صوت او الصوت متابع الكلمه اللي انت ترجمتها. ولكن دلوقتي اصبح الموضوع سهل جدا، وده على اغلب البرامج اللي احنا شغالين عليها. ولكن دلوقتي هشرح لكم على برنامج الاغلبيه شغالين عليه، ولكن انا عندي جزئين، جزء على التليفون وجزء على البي سي. هنا هبدا معاكم على البي سي في البدايه، وهنا هسيبكم مع الشرح. بتبدا ان انت تفتح البرنامج وتشغل اي فيديو اللي انت هتبدا تشتغل عليه. من شريط الادوات اللي فوق بضغط على تكست، وهتلاقي هنا اوتو كابشن، تضغط عليها، وهنا بتحدد اللغه اللي انت عايزها وبتضغط جنريت. وهنا نقدر نقول بضغطة زرار الفيديو يترجم، أو بصيغة تانية حول لي الكلام لنص مكتوب. ومن القائمة اللي على اليمين بتبدأ إن أنت تغير في تنسيق وحجم الخط، وده كان على كاب كات الخاص بالبي سي. والنقطة التانية وهي على التليفون، الموضوع كذلك بسيط على التليفون، ولكن خلي بالك عشان في نقطة أنت هتعملها أو ركز فيها، لأن الترجمة باللغة العربية محتاج تركيز سنة بس. وهنا زي ما اتفقنا في نقطة مهمة جدا هعملها في البداية، وهي بعد ما تفتح البرنامج تيجي على علامة الصامولة أو الإعدادات، ونخلي لغة التطبيق إنجليزي، وهتعرف ليه دلوقتي. ونضغط تم، ونضغط على نيو بروجكت، ونختار الفيديو اللي احنا عايزينه. هنا هتيجي على تكست وتضغط على اوتو كابشن، وهنا جينيريت فروم هتختار اللغة العربية، هتلاقي ارابيك تختارها وكده. ومن هنا تختار التنسيق اللي انت عايزه، ونضغط على جينيريت ونستنى التحميل. هنا تلاحظ الكلام معكوس. كل اللي هنعمله ان احنا هنرجع خطوة ونرجع نعدل اللغة العربي، ونرجع للفيديو بتاعنا. هتلاحظ كده ان الترجمه بقت بشكل صحيح. هيجي لي تعليق مكتوب فيه طب انا ليه خليتها انجليزي لغه التطبيق، ما اخليها عربي على طول، بدل ما انا حولتها لانجليزي ورجعت حولتها لعربي. فانا هقول لك تعالى نطبق مع بعض ونشوف ايه السبب. هي دلوقتي على عربي، نختار فيديو، تعالى كده نضغط نص شرح تلقائي، وهنا طبعا احنا اللغه العربيه. تعالى نعمل انشاء، نستنى التحميل ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. ودي النتيجه اللي انتوا شايفينها. هو مترجم لي كام كلمه انا بقولها بالانجليزي، واحنا عايزين ترجمه بلغه عربيه. وهنا تكون عرفت ليه عملنا الخطوه اللي في البدايه دي. وده كان فيديو جديد، واشوفكم في حلقه جديده.